السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا ولاد هنتدرب على تدريبات على الدرس الثالث للصف الأول الثانوي، وهو عوامل قيام الحضارات. ومعاكم سلسلة المؤرخ المصري والأستاذ محمد مسعد. أول سؤال يا ولاد هنتكلم عليه النهاردة بيقول لي: ساعد مناخ مصر على بقاء بعض المصنوعات المصرية القديمة إلى الآن مثل. طبعا المناخ ساعد على بقاء التماثيل. كانت مصر قلب العالم القديم وحلقة الاتصال بين أقطاره من خلال. طبعا مصر قلب العالم القديم وحلقة الاتصال بين أقطاره هل بسبب اعتدال المناخ، ولا انحدار نهر النيل، ولا الموقع الجغرافي، ولا كفاح مصر القديم؟ طبعا قلب العالم القديم وحلقة الاتصال بسبب الموقع الجغرافي. ولازم نركز يا ولاد ان في اسئلة كتير بتكون محتاجة تركيز وتفكير، ومحتاجة انك تكون فاهم اكتر من الحفظ. السؤال اللي بعده: كان لطبيعة المناخ اثر كبير على النشاط الاقتصادي في مصر القديمة، تمثل ذلك في. المناخ ازاي اثر على النشاط الاقتصادي؟ طبعا اثر عن طريق تنوع الانشطة الاقتصادية. السؤال اللي بعده اللي هو رقم 18: مثلما كان لنهر النيل أهمية من الناحية الاقتصادية، كانت له أهمية. طبعا نهر النيل يا ولاد كان له أهمية أمنية. ممكن حد يسألني إزاي؟ أقول له بسبب الجنادل اللي موجودة في جنوب نهر النيل، ودي كانت من العوامل اللي ساعدت على الاستقرار والأمن. رقم 19: ساعد مناخ مصر الجاف على تنوع الغلات، ولا قوة البنيان، ولا بناء الجيش، ولا حماية الآثار؟ طبعا سؤال واضح جدا، الإجابة حماية الآثار. سؤال رقم 20: ساهمت الثروات المعدنية في قيام الحضارة في مصر القديمة من خلال. الثروات المعدنية طبعا ساهمت في قيام الحضارة من خلال تنوع استخدامها، ولا تصديرها للدول، ولا تصنيع العملات، ولا تسليح الجيش؟ طبعا تنوع استخداماتها. بعد كده معايا بيقول لك: من خلال دراستك هناك علاقة بين وجود نهر النيل بمصر الاهتمام بالزراعة وإهمال الصناعة، الاهتمام بالتجارة وإهمال الزراعة، الاهتمام بالصناعة والزراعة والتجارة، الاهتمام بالصناعة وإهمال التجارة. طبعا حاجة عقلية كده، الاهتمام بالصناعة والزراعة والتجارة. السؤال اللي بعد كده بيقول لي: أي من العبارات الآتية لها علاقة مباشرة بعوامل قيام الحضارات المصرية؟ هل مصر هبة النيل والمصريين، ولا مصر هبة المصريين بس، ولا مصر هبة ثرواتها، ولا مصر هبة لموقعها؟ طبعا الإجابة هتبقى مصر هبة النيل والمصريين. سؤال 24 بيقول: يقول جمال حمدان: مصر هي الوحيدة التي يقترب عندها أطول بحرين هما البحر الأحمر والمتوسط. هناك علاقة بين هذه العبارة في مصر القديمة وإيه؟ هل نشاط حركة التجارة الداخلية، ولا تأمين حدود مصر الشمالية والجنوبية، ولا تقدم صناعة السفن، ولا زيادة مكانة مصر الدينية؟ طبعا لو بصينا في إجابتين ممكن يبقوا هما الإجابة الأولى والإجابة الثالثة اللي هي ألف وجيم، ولكن الإجابة الأصح هي الإجابة جيم اللي هي تقدم صناعة السفن. هتسألني ليه؟ أقول لك لأن نشاط حركة التجارة الداخلية مرتبط بنهر النيل مش بالبحار، لكن البحار لو قال لي تجارة خارجية أقول له طبعا صح، لكن هنا الإجابة هتبقى تقدم صناعة السفن. السؤال اللي بعده رقم 25 بيقول لي: يعد التواصل إحدى سمات الحضارات ويؤدي ذلك إلى. طبعا احنا قلنا يا ولاد ان التواصل من خلال الاخذ والعطاء لازم نحافظ على حاجتين اللي هما الهوية الثقافية والخصوصية العقائدية. هنا بيقول لي بقى الإجابات: هل هو توحيد الهوية الثقافية؟ هل احنا بنتواصل عشان نوحد الهوية الثقافية، ولا عشان التطور الإبداعي في كافة المجالات، ولا طغيان حضارة على أخرى، ولا اندماج الحضارات؟ طبعا الإجابة واضحة جدا، أنا باخد منك ليه وأنت بتاخد مني ليه؟ علشان التطور الإبداعي في كافة المجالات. ركز معايا عشان السؤال اللي جاي ده رقم 26 محتاج تركيز جامد جدا، وطبعا طلابي ان شاء الله هيقدروا يحلوه بأسهل حاجة لان هم فاهمين اكتر من هم حافظين. استطاعت مصر التأثير في الحضارات المجاورة والتأثر بها، وقد ساعد على ذلك ايه؟ هل الوحدة والتضامن؟ لا، دي طبعا مرتبطة بنهر النيل وإقامة السدود وكده. الحدود الطبيعية؟ لا، دي طبعا حمتنا من الأعداء. اعتدال المناخ؟ ده ليه بالنشاط. هتبقى عبقرية
المكان عشان طبعا الموقع الجغرافي المتوسط. ودلوقتي يا ولاد جه وقت ان احنا نتعود عشان نحل الاسئله المقاليه اللي كل الطلبه بتهرب منها، لان هم طبعا اتعودوا على اسئله الاختيارات. فدلوقتي هنشوف مع بعض اسئله المقاليه. بيقول لي: ما العلاقه بين نهر النيل ومناخ مصر والنشاط التجاري في مصر القديمه؟ طبعا لو انت ركزت معايا، نهر النيل والمناخ يبقى كده في حاجه ايه؟ تنوع المحاصيل. نهر النيل والمناخ يبقى تنوع المحاصيل، صح؟ طيب مناخ مصر لما تنوعت المحاصيل بالنسبة للنشاط التجاري أدى ذلك إلى إيه؟ أدى ذلك إلى التواصل بين الشمال والجنوب في هذه المحاصيل. طب يا مستر أنا كده عايز أرتب إجابتي. هقول له: ساعد نهر النيل المصريين على تبادل المحاصيل فنشطت التجارة الداخلية بين الشمال والجنوب. أقولها تاني: ساعد نهر النيل المصريين على تبادل المحاصيل فنشطت التجارة الداخلية بين الشمال والجنوب، وطبعا ويرجع تنوع المحاصيل لتنوع المناخ. رقم 2 بيقولك: اشرح العلاقة بين عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة ومصادر دراستها الأولية. الطالب اللي بيفهم هيقول لي: يا مستر مفتاح الإجابة هنا إن مصادر دراسة الحضارات الأولية بتبقى عبارة مثلا عن الآثار والمعادن والحاجات دي. طيب طبعا احنا عارفين إن المعادن اللي هي اتكلمنا عنها وقلنا الثروات المعدنية والصخور وطبيعة مصر الغنية بمواردها، ده طبعا ساعد على إيه؟ حد يفكر معايا كده. قال لي ربنا سبحانه وتعالى لما ادانا الصخور ساعدت، اللي هي الصخور والمعادن ساعدت على قيام الحضارة. يبقى العلاقة بين، يعني هقول له كانت الصخور والمعادن بالنسبة لمصر القديم إن هي ساعدت على قيام الحضارة، وإن هو صنع منها أدواته وصنع منها الحلي وبنى منها الأهرامات ونحت التماثيل. السؤال الثالث في المقال بيقول لي: وضح العلاقة بين موقع مصر الفلكي وقيام الحضارة المصرية القديمة. طبعا انت لو ركزت معايا في كلمة موقع مصر الفلكي يقصد بيها المناخ اللي هو الجاف والحار بتاع مصر. طبعا المناخ الجاف دوت ساعد على الحفاظ على الآثار وبقاء الحضارة المصرية القديمة من أهرامات وتماثيل وطبعا مومياوات تحت الأرض محفوظة لحد دلوقتي. يبقى موقع مصر الفلكي اللي هو طبعا المناخ ساعد على بقاء الآثار حتى الآن. السؤال اللي بعده يقول لي: اختر الإجابة الصحيحة ما بين ألف وب وج ودال. تبادلت الشعوب تراثها الحضاري من خلال الأخذ والعطاء والتأثير والتأثر. يتضح من العبارة السابقة أنها تتماشى مع أحد عوامل قيام الحضارات، وهو: هل اعتدال المناخ وملامته للنشاط البشري؟ 2 الموقع الجغرافي المتوسط للعالم القديم، كفاح الإنسان وتكيفه مع البيئة، وفرة الثروات المعدنية من صخور ومعادن. فكر كده. طبعا لما قلنا الأخذ والعطاء والتأثير والتأثر يبقى دي حاجة اسمها تواصل. طب ايه الحاجة اللي أدت إلى التواصل من الأربع إجابات اللي هو التواصل الحضاري بيننا وبين الحضارات اللي جنبنا؟ طبعا الإجابة رقم ب اللي هي الموقع الجغرافي المتوسط للعالم القديم. وده كان تدريب بسيط على الدرس الثالث اللي هو كان بعنوان عوامل قيام الحضارات. كان معكم الأستاذ محمد مسعد، مدرس التاريخ للمرحلة الثانوية ومؤلف سلسلة المؤرخ المصري في التاريخ، وربنا معكم.